السلام عليكم أحبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ أحوالكم طيبة؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونلقاكم دائما في أفضل الأحوال. غيبت عليكم شوية من الظروف كانت خارجة عن الإرادة. نرجعوا نتواصلوا في وصفات جديدة. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في قناتي وقناتكم تعلم مع سناء. اليوم غنتعرفوا على جاتو موكا اللي غنشوف فيه طريقه سهله باش نقدروا نحضروا جنواز ديالنا وفي نفس الوقت نوجدوا لا كريم بوغ اللي بزاف الناس كيلقاو فيها صعوبه. نبداو على بركه الله. باش نحضروا الجنواز ديالنا غنحتاجوا 8 ديال البيضات، 250 غرام ديال سنيده، من الافضل تكون رقيقه، وغنسمو هذا الخليط هذا بالفاني. انا نورمالمون كنستعمل الفاني بودغ، اللي ما توفراتش ليه يمكن يستعمل الساشيات. هي الميزه ديالها انها النكهه ديالها مجهده وبالتالي كتحيد من الزفور. هذا البيض، هذا الخليط ديال ثلاثه العناصر غادي نضربهم بالباتور مده ديال 11 دقيقه. فوالا، في حاله ما الباتور ديالكم ما كانش مجهده لا فيتاس ديالها، كنقدروا نستعملوا كاسرونه من تحت لاباسين فيها الماء سخون، كتساعدنا باش البيض ديالنا كيطلع بسرعه. من بعد كيولي الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا، كنتيستي بالصبع ديالي فاش كنديرو وما كيطيحش ليا الخليط، كنتاكد انه صافي راه وجد. ضروري ما يوصل لهاد ليطاب هادي، خصو يبيض ويتقال. هنا غنجي ليطاب الثالثه، وهي فاش غندخل الدقيق اللي غنستعمل. عندي 250 غرام ديال الدقيق اللي غنغربلها فوق من الخليط على جوج المراحل، وندخلها بشكل دائري. اللي غنستعمل سباتول ولا فوي غندورها من التحت للفوق بهذا الشكل هذا. مهم جدا نحترموا هذه القاعدات. من بعد ما كنتهيو كنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا اللي كيكون ثقيل وكيهبط بشكل متقطع. ضروري يكون هكا باش نضمنوا النتيجه. غندخلها طيب في الفران. انا حيت بغيت 3 ديال لي ساركل غنديرهم نقسمهم على 3 ونطيبهم بهذا الشكل هكا، كل وحده بوحديها. فران 180 درجه مده ما بين 7 حتى 10 دقائق لو ماكسيموم، ما غتفوتش هذا الحد هذا. هنا غنحتاج نحضر ان سيرو، لان جنواز دائما كتحتاج سيرو. اللي غنحتاج فيه سنيده والدوبل ديالها ماء. غندير 2 كيسان ديال السكر و4 الكيسان ديال الماء، غنديرهم فوق البوطه. نحطي سنيده حتى تذوب. اون فوا غتذوب غنحسب واحد 10 دقائق غنزولها فوق العافيه. ها هي. هنا غنجي نسمها على حساب الاستعمال، بيسك حنا عندنا كاطو موكا ضروري غنستعملوا القهوه. غنزيد عليها 2 ديال النسكافيه، نحركهم وغنرجعها فوق البوطه مره اخرى، نخليها تغلى 3 ديال المرات حيت هي غتطلع بحال غتصفيط. نحيدها ونعاود نرجعها ونحيدها ونعاود نرجعها هكا باش كيتشبع مزيان بديك لاغوم ديال القهوه. من بعد هادشي، هذه هي النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها. غنخويوه في شي زليفه ونحطوه يبرد حتى الوقيته ديال الاستعمال ديالو. الجنواز ديالنا هي طابت اللي محتاجين ليها. هنا غندوزو نحضروا لا كريم. بالنسبه للكريمه ديالنا غنحتاجو فيها 300 غرام ديال سنيده، غنحتاجو تقريبا 100 غرام د الماء. هنا ماشي ضروري تعبروه، المهم كنخوي الماء القياس اللي يغطي ليا السكر، وغنحطهم فوق البوطه. ما نحركهمش نهائيا وغنخليهم كيذوبوا. ضروري ما تحركوش، لان حنا هنايا هاد السكر بغيناه يبقى بيض، سكر اللي كنسميوه سكر كويت، ما خصوش يولي لونه مغير. فبالتالي ملي كنحركوه يتقاسوا الجناب وغيقدروا يتحرقوا يتغير ليا اللون. ملي غيولي فحال هكا غيدير فقاعات كثيره. انا خدت 3 البيضات مع شويه الفاني وغادي نبدا كنطرف فيهم فيتاس عاديه. من بعد غدوز واحد المده غنوصل لهاد النتيجه هذه. نورمالمون الناس اللي عندهم ترمومتر راه كيستعملوه. ما عنديش ترمومتر، غناخذ بحال هذه وغنصوت. شتيو الفقاعات ملي كيخرجوا ليا هاد الفقاعات كنعرف ان السكر ديالي راه طاب وجد، وصل 120 درجه اللي انا محتاجاها.
وهو سخون غنضيفو على البيض ديالي، لان هذه هي الطريقه اللي نوعا ما غنعقمو بها البيض، بحال كنطيبوه. غنطيفو شويه بشويه، ما نخويش نهائيا على لي فويد الباطور، حيت سينو غيتجمع ويمشي لي كلشي. غنخوي فوق البيض ونبقى نخلط حتى نكملو. غنبقى كنطرب البيض حتى يبرد تماما. فاش يبرد ليا الخليط، ودائما مع التطريب غادي نزيد عليه 450 غرام ديال الزبده اللي مقطعه مربعات وما تكونش في الثلاجه. نبقى نضيفها بشكل تدريجي حتى كنكمل الكميه ديال الزبده اللي عندي كامله. غنحصل على هذه النتيجه هذه. نوعا ما الكريمه ديالي هنا واجد. وفي النهايه غنضيفوا المكون الرئيسي اللي هو القهوه. انا استعملت النكهه لان كتعطي واحد المذاق افضل. اللي ما توفرش عنده يقدر يستعمل قهوه سريعه الذوبان. مهم ان يكون الكريمه ديالنا فيها النسمه ديال الكافي. غنرجع نخلطها واحد شويه وغنحصل في النهايه على كريمه واجده اللي غنقدر نمونطي بها الكاتو ديالي. دابا غندوزو للمرحله ديال المونتاج. بطبيعه الحال غناخدو الساكل ديالنا، غنحطو فيه الطبقه الاولى اللي دائما خصها تكون مقاده. انا حيت طيبت 3 ديال الطبقات جاوني ب3 مقادين. مره اخرى غنوريكم كيفاش مونطيو بلي شوت اللي كيبقاو ليكم. كنسقيوها في الكريمه. غنستعمل البوش باش ما نديرش كونتيتي كبيره، لان لا كريم بوغ ثقيله، فبالتالي ما خصش الكونتيتي ديالها تكون كثيره، خصها تكون قليله، يعني ما نديروهاش طبقه سميكه. غنغطي الطبقه الاولى ديالي بلا كريم وغنسويه بمعلقه ولا سباتول اللي توفر عندكم. المهم غنقاد السطح ديال هذا. غنرجع ندير الطبقه الثانيه هي وغنسقيها بالسيرو وندير نفس العمليه بلا كريم. انا توقف ليا التليفون فما نقدرش نصورها لكم، مي غنشوفوا في الطبقه الاخرانيه. فلو غنرجعوا نديروا الطبقه الثالثه بنفس الطريقه. الاولى كنديروها عاديه، الثانيه والثالثه كنقلبوهم كيولي التحت هو اللي الفوق كيف ما كتشوفوا هنايا. وغنرجع نسقيها بطبيعه الحال. دائما السيرو كندير واحد لا كونتيتي ريزونابل اللي غادي تشرب ليا البسكويت ديالي باش ما كيجيش ناشف. وغنغطيها كامله بطبقه رقيقه ديال لا كريم حتى نكوفريها كلها. من بعد بهذا الشكل غنحطها في الثلاجه تشد راسها واحد ساعه المكانه. بالنسبه لاباتيسري من الافضل انها تبات حتى لغدي غنقوموا بالفينيسيون ديالها. بالنسبه للتزيين غنحط واحد النوكه اللي غنحتاجو فيها 150 غرام ديال سنيده. غنحطوها فوق البوطه بلا ما نحركوها. نبقاو نحركوها بهذه الطريقه، نحركو غير الكاسرونه حتى تذوب وتولي لنا كراميل. ما نستعملو لا معلقه لا حتى حاجه. من بعد غنزيد عليها 50 غرام ديال الزبده بهذا الشكل هذا، نديرها ونبقى نحركها بسرعه باش تبقى لي دايبه. ملي غتذوب لي الزبده غنزيد عليها 150 غرام. هنا يبقى لكم اختيار، تقدروا تستعملوا اللوز ايفيلي، تقدروا تستعملوا اللوز كونكاسي ما محمرش، لان نحرككم مع الكراميل السخونيه راه غتخليه يحصل على ديك القرمشه باش ما يتهرش ليا. ونحرك اون فوا ينسجم الكراميل مع لي زاموند اللي ضفت غنحيدهم فوق العافيه مباشره. غنحطهم فوق بابي كويسون وناخذ مدلك هنا بشويه الزيت ونطلقو رقيق ما حدها سخونه، لان الا بردات غتقصح. نبقى نطلقها حتى ترقق في مره كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. نتوما الحجم كيبقى لكم اختيار السمك اللي بغيتو. ملي غترقق ديك الساعه ناخذ موس ونقطعها بالاشكال اللي بغيت، معين مثلث على حسب التزيين اللي انا فوالا كاتو ديالنا ها هو وجد. كنحيد لو ساركل. من بعد كندير دي غوتوش بلا كريم هيكوش رقيقه، حيت الجناب غنلصق فيهم تفرتيت داك النوغا اللي غتبقى لي مهرسه. غنفتتها وغنخلط مع لي زاموند ايفيلي غنديرها في الجناب. والنوغا ديالي قطعتها وغنديرها من الفوق. تقدروا ديروا العكس، ان الجناب هما اللي توقفوا فيهم النوغا كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره. انني قلبت التزيين، درت لا كريم بوغ من الفوق، والوسط هو اللي حطيت فيه الفتات ديال النوغا اللي بقى ليا مع لي زاموند ايفيلي محمرين. ودرت ديك غان ديال الشكلاط
على شكل حبه ديال القهوه، بيسك ان الكاطو منسم بالقهوه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ويكون شرحي يوصل. ما تنساوناش من دعمكم بالتعليقات، وبحالات ماشي حاجه ما واضحاش ولا كان عندكم شي سؤال ولا استفسار انا مستعده نجاوبكم عليه، خليوه ليا في التعليق. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد باذن الله. نتمنى نشوفكم عن قريب. مع السلامه.